السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي احلى كفتة رز. اللحمة دي يا جماعة، الكفتة لما تبقى لحمة جملي بتبقى جميلة قوي. هقولك 3 كوبايات رز عليهم نص كيلو لحمة مفرومة، ربطة شبت، ربطة كزبرة، ربطة بقدونس، راس توم متفصصة كده، صوص التوم، وبصلة. وكل ده يتفرم مع بعض عند الراجل بتاع اللحمة الجملي. وكل ده يتفرم عند الراجل بتاع اللحمة الجملي، او لو انت عندك كبة فرمي كل ده. ويا جماعة بتبقى خطيرة خطيرة. بس الاول لو انت هتعمليها بقى في البيت، الرز اطحنيه في المطحنة بتاعت الخلاط اللي هي بتطحني فيها ايه التوابل والسكر والحاجات دي. اطحني ايه حبة حبة كده، وبعد كده اما طحنتيه خلاص انخلي الرز هيبقى زي الدقيق كده معاكي. بس قبليها اغسليه كويس جدا وينشف، وبعدين اطحنيه حبة حبة كده عشان ايه المطحنة ايه ما تجرالهاش حاجة منه. طحنتيه واللحمة بتاعتك مفروميها في الكبة، وحطي كله على بعض رز. الرز اللي اتطحن بعد ما عملتيه زي الدقيق، طحنتيه خالص ناعم لو هتعمليها في البيت. بعد ما تطحنيه في المطحنة تنخليه بمصفى كده زي بتاعت الشاي، عيونها ضيقة قوي يا جماعة. بعدين تمسكي بقى الكفتة طحنتيها وخلاص، صبعيها صبعات التصبيعة الحلوة دي وتحمريها. بعد ما حمرتيها تكوني عاملة لها تسبيكة الطماطم، حوالي كيلو طماطم. تعملي ايه بقى؟ تشوحي الثوم والبصل والفلفل في معلقة سمنة او معلقتين سمنة او معلقتين زيت او ميكس. وبعدين انزلي بعصير الطماطم والتوابل تغلي، وبعدين الكفتة نزليها في الصلصة دي بتبقى اخطر خطير. ولو عايزة تعملي بطاطس تكوني مسوية البطاطس في الصلصة دي. بعد تعملي بطاطس، تطبخي بطاطس وتقومي حاطة فيها الكفتة. لو عايزة تحطي بقى رشة سكر وهي بتتسبك حطي، بتبقى جميلة 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 قوي يا جماعة. ومعاها بقى شوية المخلل دول، ومعاها شوية الرز ايه بالشعرية دول، والهنا والشفا. ودي قناة ام حسن يا جماعة، اللي اول مرة يدخل قناة ام حسن يدخل على الكفتة دي وطريقتها وجمالها، يتفرج ويشوف البرنجان. لفوا لفة يا جماعة في القناة، والله هتنورونا وتشرفونا. شفتوا بقى الكفتة في تسبيكة الطماطم بتشويحة الثوم وتشويحة البصل يا جمالة يا طعمتها. عايزة تضيفيها على بطاطس، تكوني طبخة بطاطس تحطي الكفتة على البطاطس بتبقى جميلة مع شوية الرز بالشعرية مع شوية البدنية المخلل. وخلي بالك وانت بتحمريها، عشان عبال ما تحمريها الولاد هيخطفوها منك من جمالها وحلاوتها. بتبقى بلحمة جملي يا جماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.